دابا يخلي لنا تعليق في أي ملف من الملفات أو آراء أو ملاحظات. تتمة الملفات المتتالية فيما بينها اللي كنتناولها. نمشيو للظاهرة ديال بعض الأطباء اللي كيروجوا لهم الإعلام كما نقولوا كيعرفوا بهم اللي ما كانوش في الأصل باينين أو معروفين، بدريعة كيديروا الخير في الحالات. ما بغات تكون هذه الحالة، الطبيعة ديال هذه الحالة حالة مستعصية، حالة عادية أو كوم كوا راه غادي يداويوهم أو يعالجوهم مجانا. ما هو معروف عندنا هنايا راه جايين بالمغرب، ماشي بالميريكان، وحنا متحضرين كاينين في المدن ماشي من المغرب العميق، عارفين التطبيب كي داير عندنا هنايا. بلا ما غادي نهضروا على واش فيه كيما نقولوا النتيجة أو لا، حنا غادي نهضروا على الماديات. الماديات راه تطفو وتغزو على يعني كيما نقولوا ما كاينش شي حاجة قلت مجانا أو باطل. فين ما تمشيو، في التطبيب، في التعليم، عند المحاماة، فين ما واللي بغيتو. كل واحد في المجتمع المغربي يعني المدن الساكنة تختلف، الجنوب أو الشرق اتجاه الغرب أو الجنوب أو عارفين السيتياسيون أو الحالة اللي يعني يعيشوها هم كساكنة. عارفين الطبيب ديالنا كي داير. اللي كتمشي للطبيب مثلا بغا خاص أو تمشي مثلا على أساس باش دير يعني تداوي أو لا حتى كونترول. كاين اللي كيديروا كونترول كيحسب لك قدا كيقولك خلص فيها. يعني الطبيب راه كيما نقولوا خصك تخلص، ما كاينش شي حاجه لله في سبيل الله. إيه راه بعض الحال سميتو بعض الاعلاميين كيروجوا لهاد الاطباء او بعض الاطباء اللي كيبانوا على السوشيال ميديا. يعني قلت لكم الكاميرا اللي كيشعلوا عدسه الكاميرا ماشي هي الواقع. كيديروا على اساس باش كيعالجوا ديك الحاله، بحال اللي شفنا مؤخرا او كنشوفوا حاله عندها ضرب ولا جرح ولا باللي غادي يداويها كما نقولوا مجانا. كاين واحد التسول بطريقه غير مباشره. كيطلقوا الهواتف، ما عرفناش ديك النمره واش تاع ديك الحاله ولا النمره يعني من جايبينها باش لاجل كيقول كيساعدوهم باش تساعدها. وهذيك المساعدات راه فيها شكون اللي غادي يديها؟ يعني ما يمكنش يخدموا باطل. زائد بعض الاعلام باش كيتنقل مثلا من مدينه لمدينه راه امبوسيبل كيخدم مجانا. كاين ترونسبور، كاين كيما نقولوا ليسونس راه غالي، يعني ما كيخدموش باطل كيما نقولوا من الاتعاب ديالهم ومن حقهم. راه الباطل ما كايناش. تصور مثلا واحد الصحافه غادي تنقل تجي من الغرب مثلا ولا تجي من الجنوب حتى للشرق مثلا، انا خدام على شي ملف ما غاديش تخدم كيما نقولوا باطل تبع عناء السفر، تبع كيما نقولوا المصاريف مع شي حاله ما غاديش تخدم لها باطل. باطل راه ما كايناش. هذا جانب اخر كيديروا لي كونط بونكار لو ريب غولوفي بونكار غولوفي ديدونتيتي بونكار. لو ريب كيكون يعني كيما نقولوا مبهم، ما كيديروش لي دوني والمعطيات كما ينبغي الاسم العائلي والشخصي ديال ديك الحاله مثلا. كيديروا لو ريب وداك لو ريب في ما عارفينش ديال من باش يعني الجاليه ولا المحسنين كيقول لك باش يعاونوهم او كيصيفطوا داك لو ريب او داك الحساب البنكي. دونك هذه كتكرر بزاف على السوشيال ميديا. كيحط لك واحد لو ريب، داك لو ريب ديال من الله اعلم. اذا باطل راه ما كايناش. جانب اخر بحال شفنا مؤخرا داك الطبيب وزوجاته المعتقلين
يعني راه خرج هاد المره كنجيبوا واحد يجيبوا الاعلام كوم كوا بلي راه كيساعدوا الحالات يعني اللي ما فحالهمش ولا الفقراء واللي عندهم، يديروا لهم الترقيع التخييط العمليات التجميليه وهو تناسقا مع داك المنبر. كيقول لك يا ودي راه غادي نديرو لله في سبيل الله، ولكن في الاصل ملي كيكملوا كيبقاو يطالبوا ديك الحاله مثلا بدي شيك تخلص لك قدا، يعني درت لك الاوبيراسيون او يعني يديو عليها شي. راني قلت باطل ما كايناش، يعني ما عندهمش في الصالح غادي يخدموا باطل، هي العياده غادي تبلع. كاع نادرا الا كانت شي حاله بحال هذه اللي شفنا مؤخرا اللي ما عندناش كيما نقولوا دليل قاطع كيعالجوها مثلا، ورحت تمشي شي حاله اخرى مثلا باش الدواء باطل والله ما يداويوها، والله حتى تحطهم في الطابله. هذه ربما الا كان كيما نقولوا عن طريق الوسيط عيط لها شي اعلام وعاونوا هذه الحاله. علاش ما تعاونوهاش كيما نقولوا من يعني بلا ما تشعلوا الكاميرا؟ اللي بغى يساعد لا ما يشعل الكاميرا كطبيب او كمحامي او علاش هاد الشهره؟ دونك كاينه واحد الشهره بطريقه غير مباشره، شهر يعني داروا لهم لا بوبليسيتي دوك الاطباء، زائد يعني مجانا ما كايناش، يعني كاين واحد كيما نقول المساعدات بطريقه غير مباشره. وتمشي قلت شي حاله درك كيف ما بغات تكون تعيط لشي مستشفى او باش يعاونوها ويحسبوا لها باطل او حتى ينقصوا لها. حتى تنقص ما كانش، راه كيحسبوا عنده الامكانيات، لان حتى هما متبوعين المصاريف. كاين اللي كيكري، كاين اللي عندهم العياده ديالهم وعندهم الموظفين تما مساعده الفرمليات واوا، يعني كلشي خصو يتخلص. بمعنى راه نقولها الاف المرات، مجانا راه ما كايناش. ومعظم الحالات اللي كيبانوا على السوشيال ميديا كتجيبهم جمعيات او اعلام خدامين مع جمعيات، كيجيو عندهم البنسوان او العنصر النسوي بزاف، كي كنقولوا حنا بالهضره ديالنا الدارجه. كيكونوا تما الحالات فيهم الارملات، فيهم المطلقات، فيهم كيكونوا النساء بزاف. كل نهار كيجيبوا حاله، يعني تناسقا فيما بينهم مع الاطباء. دونك ما كانش شي حاجه مجانا. حنا عارفين عاود الجمعيات، بعض الجمعيات كيفاش دايرين كيفاش كيتعاملوا. كاين الجمعيات راه كانوا عندنا حتى حنا هنا من قبل، كاين اللي بلعوا لهم ما يعني كيطلبوا بطرق غير مباشره. احنا غادي نعاونوا الحالات، غادي نشريو لهم الكسوه، غادي نشريو لهم الكرطبات في القطاع الموسم تاع الدراسي واوا، صيفطوا لهم او صيفطوا لنا في الكونط بونكار وكذا وكذا وكذا. بالتالي كيديهم هما، يعني دوك الاطفال المعوزين او هادي ما كيستافدوش. يعني عارفين بعض الجمعيات كيفاش كيتصرفوا او يتعاملوا في هذا الجانب الانساني. دونك ما كانش شي حاجه اللي غارانتي راه ما كايناش. اللي بغى كيما نقولوا التعمال البصيره او يعني يخدم ديك السذاجه وداك كيما نقولوا يتبوجد، اللي بغى يتبوجد. زائد بعض المحسنات او اكثريه كيكونوا في العنصر النسوي كيبانوا على السوشيال ميديا، عندهم حتى هما تناسق او ايادي كيبقاو يصيفطوا بشكل متكرر. اذا من اين لهم هذيك الاموال؟ من اين لهم ديك الاموال؟ كيصيفطوا، ما كانش مراقبه بواحد الشكل مباشر، ولجميع الحالات اللي كيفوتوا تما. يعني كاين الغموض، كاين شي حاجه ما مفهوماش. في الشارع تمشي عند شي محامي محترم تقول له خدم على شي قضيه، تجي عند واحد الحاله مثلا ما فحالهاش، كتعيش الفقر المدقع ومحتاجه لديك القضيه انه يخدمها لها، غادي يقولها خلصي قدا، يقدر يغلي عليها او هادي كل واحد الطريقه باش كيخدم. ولكن باش يحسب لها باطل ما كايناش باطل، هي من سابع المستحيلات. او انسانيا عاوده كنرها ما كايناش. سيرتو في هذا الوقت راه كيما نقولوا العالم كامل عاش واحد لا كريز. يعني كان واحد الاورغمونط واحد لوغمونطاسيون
دي بري وارتفاع الاسعار في جميع الميادين والمجالات، تاثير الحروب، تاثير كوفيد. دونك ما كانش شي حاجه لله في سبيل الله، او شي حاجه مجانا غاتويت، كان دونون 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 دونون. قلت راه الكاميرا كتشعل، راه كاع كيعرفوا يزينوا ويلمعوا الصوره ولكن اون فوا طفى كتكون هضره اخرى. ما بعد الكواليس حاجه اخرى. مزيان غادي تشجع واحد الطبيب مثلا اول مره غادي يبان على السوشيال ميديا يدير الخير مثلا، او ينقص لك الحاله او ولكن ماشي كان من الممكن يخدم لها غير هكاك بلا ما يشعلوا هاد الكاميرا او يجيبوا اعلام او اللي يدير الخير كيديروا في الخفاء، هذه راه معروفه. يعني كان فرق بين غادي دير الخير وكان فرق بين غادي تعرف براسك بواحد الشكل فيه ميوعه وباجزاء. شوفوا كي درنا، شو كيف عندنا، شو كي ولات الحاله ديك الانا دائما عندهم، وديك الميوعه في الملفات. كان فرق بين دير الخير. يعني قلت هناك غموض، هناك غموض.